في العلبة دي فيها ايه؟ عايزة اقول لكم بقى فيها بسكوت خطير، وصفة كده لذيذة. ما انا زيك بالظبط، باجي بعد المغرب ابقى محتاجة حاجة مسكرة، فاسهل حاجة تعمليها كده مسكرة بمكونات بسيطة ووقت بسيط. شايفين انتوا البسكوت بتاعنا طالع عامل ازاي وشكله عامل ازاي؟ بسكوت الزبدة يا جماعة، كوباية الا ربع من الزبدة عليها كوباية سكر، واقلبهم مع بعض واضربهم بالمضرب زي ما انتم شايفين. وهنا بقول لكم ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملتوا اللايك ولا لسه؟ خلاص ذوبت السمنه مع السكر زي ما الزبده مع السكر زي ما انتم شايفين. معايا بيضتين ومعايا سنه فانيليا، رحت حطاهم وهقلبهم كمان بالمضرب وكده. بقى ايه شايفين انتوا الخليط السائل بتاعنا؟ معانا بقى 3 كوبايات من الدقيق، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الكاستر او من النشا. انا ضفت هنا كاستر، وهنزل بالدقيق كده تدريجيا لغايه اما الم العجينه بتاعتنا. خلاص كده حبايبي زي ما انتوا شايفين، قولوا شايفين يا تيتا؟ بصوا بقى يا حبايبي، بقت عامله العجينه معايا كده. هجيب بقى الكيس الحلواني، اعبي عجينتي دي فيها واسيبها بقى كده عقبال لما اغسل الطبق اللي في ايديا دي يا جماعه. اسيبها شويه على الرف في التلاجة. وتعالوا بينا بقى ايه، نشكل البسكوت بتاعنا زي ما انت حابه تشكليه شكليه، ده في ايديكي واعمليه. بص بقى يا ست الكل، انا شكلت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. سحبت البسكوته بتاعتي بالطول كده، ورحت عامله لها دايره في الاخر. خلاص كده يا حبايبي، خلاص يا تيتا؟ قولوا خلاص يا تيتا. يلا بينا يا حبايبي، خلصت البسكوت وعلى فرن سابق التسخين. ويلا بقى، وخلي بالك من ايه، من سوى البسكوت ده لانه ما بياخدش 10 دقايق في الفرن ويطلع معاكي بقى. سامعين صوته مخرفش كده؟ يلا هز الصاج بتاعك وهيطلع معاكي بكل سهوله كده من الصاج وفي علبتك بقى. واقعدي بقى تحت بطانيتك بالشاي والبسكوت. واشوفكم على خير. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش طب لايك ومتابعه يا حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.